كريستيانو رونالدو دمر برشلونة في قرعة دوري الأبطال. بأمانة أبو الكباتن كريستيانو كان منور حفلة دوري الأبطال، وتم تكريم الأسطورة بجائزة فريدة من نوعها، وهي الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا كله. بالاختصار المفيد كده يا أبو الكباتن، النظام الجديد بتاع دوري أبطال أوروبا كالآتي: في البداية زودوا عدد الفرق، خلوها 36، وشالوا دور المجموعات خالص وخلوها في البداية زي الدوري، وكل فريق ليه 8 ماتشات يلعبها. باختصار أهو. والصراحة عاجبني جدا النظام الجديد. الحارس السابق بوفون يا أبو الكباتن طلع اسم برشلونة، والمفروض إن كريستيانو هيتك على الزر علشان الكمبيوتر يطلع منافسين برشلونه، واول ما كريستيانو ضغط على الزر طلع من ضمن منافسين برشلونه بايرن ميونخ. يعني الكمبيوتر سايب كل المنافسين وجاب البايرن. مش غريبه دي؟ اصعب المواجهات عند برشلونه هيكون البايرن وبروسيا واتلانتا، واصعب المواجهات عند ريال مدريد ليفربول. ده ماتش هيبقى جامد جدا ده، وبرده بروسيا دورتموند واتلانتا، واعتقد الباقي سهل. وليفربول اصعب المواجهات هيكون ريال مدريد واي سي ميلان وبايرن ليفركوزن. عينك بقى على باريس سان جيرمان، مواجهاته كلها طحن حضرتك. السيتي والباير واتلتيكو وارسنال، ايه يا جدعان في ايه؟ وبرده مباريات مانشستر سيتي برده صعبه شويه، انتر ميلان وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، ولكن كل دول مش هياخدوا في ايد السيتي غلوه، مع احترامنا طبعا لكل الانديه. فانت يا ابو الكباتن قول لي من وجهه نظرك ايه هي اصعب المواجهات؟